الفشل مش نهاية. الفشل أحياناً بيكون أول خطوة لبداية مختلفة، أنضج وأصدق. أكبر غلطة ممكن تعملها بعد ما تقع إنك تفضل قاعد. قوم حتى لو بتتوجع. الفشل مش عكس النجاح، ده جزء منه. مفيش حد نجح من غير ما يقع. ساعات الحياة بتعلمك دروس بأصعب الطرق، بس الدرس الحقيقي إنك ما تبطلش تحاول. لما تقع اسأل نفسك أنا اتعلمت إيه؟ مش أنا خسرت إيه؟ اللي بيخاف يفشل عمره ما هيجرب بجد، والمجرب دايما بيتعلم أكتر. كل مرة تقع فيها بتزيد قوة. لو قررت تقوم من تاني، الفرق بين اللي بيكمل واللي بيقف إن واحد صدق إن الغلط مش نهاية. الماضي مش لازم يحدد مستقبلك. لو قررت تبدأ من جديد النهاردة، كل يوم جديد هو فرصة تعيد تعريف نفسك من أول وجديد. مش مهم وقعت كام مرة، المهم إنك ما تبقاش مستسلم وإنت واقف. الناس اللي بتنجح مش دايما أذكى، بس دايما أكتر ناس حولك. اللي اتعلم من غلطه أقوى من اللي عمره ما غلط. التصالح مع الفشل مش ضعف، ده وعي وقوة داخلية. مفيش حاجة اسمها فشل كامل، في بس محاولة ما نجحتش. أنت مش غلطتك، أنت الشخص اللي قرر يتغير ويتعلم. الخوف من الفشل هو اللي بيحبسك، مش الفشل نفسه. لما تتقبل فشلك ساعتها بس تعرف تبدأ بداية جديدة. كل مرة تبدأ فيها من جديد انت بتقرب من نفسك الحقيقية أكتر. النجاح الحقيقي إنك تكمل رغم الوجع، رغم الخوف، رغم كل حاجة وقعتك. مفيش وقت مثالي تبدأ فيه، في قرار بتاخده وتتحرك. الناس بتفتكرك قوي لما تكمل، محدش بيشوف الحروب اللي جواك. الفشل مش علامة نهاية، ده بداية لنسخة منك أقوى. اللي بيقع ويتعلم عمره ما بيرجع زي ما كان. اتعب، اغلط، حاول، بس اوعى تسيب نفسك واقف مكانك. كل مرة تقول أنا فاشل دماغك بتصدقك. غير كلامك. الفرق بينك وبين اللي وصل إنهم ما كملوش نفس الغلط مرتين. حاسس باليأس؟ ده معناه إنك لسه مهتم. اللي بيحاول ويفشل أفضل بكتير من اللي ما حاولش خالص. لو الفيديو ده حرك جواك حاجة ابني عليها، ما تسيبهاش تروح. ولو حسيت إنه يستاهل شاركه مع حد محتاج يسمعه.